مشاهدينا نختم نشرتنا اليوم من ولاية إن صالح، حيث احتضنت قاعة دار الشباب بن بابا سيدي بابا فعاليات التصفية الجهوية المؤهلة للمهرجان الوطني للأنشودة الوطنية، والتي ستقام بولاية بجاية بمشاركة فرق من الجنوب الغربي. المنافسة جرت في ظروف تنظيمية حسنة، يقول أحمد بن مسعود. هكذا كانت الأجواء مميزة التي عاشها الجمهور الذواق للإنشاد الديني والوطني الهادف. حناجر ذهبية جاءت للتنافس في إطار التصفية الجهوية المؤهلة للمهرجان الوطني للأنشودة الوطنية التي ستحتضن فعاليته ولاية بجاية. اليوم احنا في ولاية عين صالح نشرف على التصفيات الجهوية للمهرجان الوطني للأنشودة الوطنية، اللي راح يكون المهرجان الوطني في ولاية بجاية، وبمناسبة الذكرى اندلاع الثورة التحريرية المباركة. والهدف الأساسي من هذا المهرجان هو ترسيخ قيم المواطنة وحب الوطن والانتماء إلى في نفوس الشباب الجزائري. نتمنى يعني إن شاء الله يكون الفائز اللي يمثل ولايات الجنوب الغربي على مستوى ولاية بجاية ويجيب نتائج جد إيجابية. وصلات متنوعة ألهبت الرقح، والتي لقيت تجاوبا كبيرا وتفاعلا مميزا من الجماهير الغفيرة التي غصت بها القاعة، والفرحة الكبيرة غمرت المتوجين بالمراتب الأولى. صراحة ما كناش متوقعين هذا الفوز، لأنه كانت التحضيرات في ظرف وجيز جدا، وإن شاء الله كما حالفنا الحظ هنا في ولاية عين صالح إن شاء الله راح يحالفنا ثاني الحظ في ولاية بجاية إن شاء الله. التصفيات الجهوية لولاية عين صالح كانت في أتم الروعة، ووفقنا الله بهذه التصفيات بالنيل من الرتبة الأولى، وكان التحضير لهذه المسابقة على قدم وساق. الحمد لله تأهلنا التصفيات المهرجان في بجاية الوطني في بجاية. نحن كشجل الحان الحمد لله كنا قد قدمنا ما عندنا وحزنا على المرتبة الثانية، ونحن سعداء بما أدينا. احتكاك الفرق الإنشادية والتنافس فيما بينها لإبراز المواهب الشابة مع ترسيخ قيم المواطنة وحب الوطن هو ما تهدف إليه هذه المسابقة الوطنية.